السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. قبل ما نبداو ما تنساوش ديروا جيم للفيديو وتشتركوا في القناه باش ديما توصلكم الفيديوهات الجديده. دابا غادي نهضروا على موضوع مهم بزاف اللي كيهم كل تلميذ في المغرب: منع التليفونات في المدارس. بزاف ديال الدول في العالم بدات كتمنع الهواتف في الفصول الدراسيه بحال هولندا، اليونان وحتى ايطاليا. الفكره ديالهم واضحه، وهي ان التليفونات كتشوش على التركيز ديال التلاميذ وكتقلل من الاداء الدراسي ديالهم، وداك الشيء علاش هاد الدول قررت تمنعها. دابا حتى عندنا في المغرب بدا كيتزاد النقاش على هذا الموضوع. بزاف ديال الاباء والفاعلين في المجال التعليمي ولات عندهم قناعه ان استعمال الهواتف في الفصول كيلعب دور سلبي على التلميذ. كيفاش؟ الهواتف كتلهي وكتخلي التلميذ ما يتبعش مع الاستاذ، وداك الشيء كيأثر على النقاط ديالو. شكون ما باغيش يكون في بيئه تعليميه مزيانه باش يقدر يفهم مزيان ويجيب نقاط زوينه؟ راه منع الهواتف غادي يساعد بزاف باش يكون التركيز اكثر في القيس. وراه حتى الاباء ديالكم متفقين مع هذه الفكره، حيت ولاو كيشوفوا التلاميذ ديما شادين في التليفون وما كيهضروش مع اصحابهم، كيولي كل واحد بوحدو، وداك الشيء ماشي مزيان سواء في القدرات العقليه او لا حتى القدرات الاجتماعيه. فاش تخيل راسك بلا تليفون شحال من حاجه زوينه غادي تقدر تحققها، غادي تقدر تركز مزيان وغادي تفهم الدروس وتبقى ديما في المسار الصحيح. الا كنتي باغي تعرف راسك كيفاش غادي تولي بلا تليفون، خلي التجربه ديال الدخول المدرسي تبدا بلا به وشوف الفرق. هذه هي الرساله اللي خصنا نفهموا كاملين. المدرسه هي المكان ديال التعليم ماشي ديال اللعب بالتليفون. داكشي علاش خاصك تستعد وتخلي التليفون في الدار وتركيزك يكون فقط على الدروس والانشطه ديالك. كيف ما كتشوفوا، منع الهواتف ماشي غير قانون ولكن حتى مساعده باش يكون عندك مستقبل افضل. بارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم باش حتى هما يستافدوا. حتى الفيديو الجاي، تهلاو في راسكم وخليو التليفونات على جنب.